السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هعرض معاكم شوية مشتريات كده اللي جبتهم عشان المطبخ ورمضان. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. حط لايك للفيديو واشتركي في القناة لو انتي لسه مش مشتركة. اول حاجة دي كانت كوبايات كده بالتشيليمو بتاعها، جبتها لولادي. كانت الكوباية تقريبا ب15. تاني حاجة جبت منظمات التلاجة دي كانت البينك اللي انا ماسكاها دي، كانت ب24 الواحد، وده كان تقريبا ب35. جبت كمان، رحت انا فين علب التلاجة دي جبتها مبدئيا. الزرعة دي جبتها تقريبا كانت ب27. ودي علب تلاجة، كانوا 3 كده مع بعض. كان حجمها كويس قوي، انا اصلا كنت محتاجة الحجم ده. ان شاء الله هتشوفوه معايا في الفيديوهات الجاية. هنرتب وهنعمل تغييرات في المطبخ كويسة قوي، هتعجبكم ان شاء الله. انا واثقة ان الفيديو هيعجبكم. اشتركي في القناة علشان تشوفي كل جديد. دي العلب احجامها اهو. العلبة الكبيرة دي تقريبا بتاخد 3 لتر او 3 كيلو. وفي بقى الاصغر منها والاصغر. انا تقريبا ما كنتش عارفة افتحها، كانت صعبة قوي. بس كده، هي دي العلبة الكبيرة قوي، الكبيرة فيهم، الحجم الكبير. وبعدين الاحجام التانية فيها علبتين تانيين. بعد كده انا جبت العلب المنظمات دي اللي برضو بتاعة البيت، حافظة البيت دي كانت عاملة 30 جنيه او 35 جنيه. حلوة قوي يا بنات، وبتنظم التلاجة وبتخلي شكل التلاجة حلو قوي. المنظمات دي والعلب دي حرفيا بتخلي التلاجة في حتة تانية، والمطبخ اصلا كله على بعضه في حتة تانية. العلبة دي يا بنات تقريبا كانت انا قلت لكم تقريبا حاجة و30. وجبت المنظمات اللي هم البينك اللي انتوا شايفينهم دول، ده كان الواحد ب47. والمفرش السيليكون ده كان ب60. خامته كويسة قوي يا بنات وتقيل. طبعا كلنا عارفين المفرش ده حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده، انا موحدة الالوان كلها علشان يليق على الديكور الجديد بتاع المطبخ. جبت كمان ده طبق تسالي كده، كان ب26. وده كان عارفين الستيكر بتاع التوابل، كان ب10. وده الجاروف كنت محتاجاه اصلا عشان الجاروف اللي عندي كان باظ، ده كان ب27. وجبت برضو منظمات التلاجة اللي هما اللي انت شايفينهم اللي لونهم بينك دول اللبني، دول برضو ب22. وجبت ده جذع شجرة كده، ده كان تقريبا ثانية واحدة هشوف لكم، انا معايا الفاتورة اصلا وانا ده يا بنات كان ب35. وجبت طقم الكيتشن ده اللي هو المطبخ، ده عبارة عن الأناناسة والبراد وكلمة كافي وكلمة كيتشن والشوكة والسكينة والمعلقة، ده كان ب60. والفنجان، وطبعا كان معاه الدبل فيس بتاعه، بس انا مش عارفة بقى الدبل فيس بتاعه ده هيكون قوي معايا ولا لأ. ان شاء الله انتوا هتشوفوا كل ده في وقت ما هاجي افرشهم، هكون معاكم هصور معاكم فيديو ان شاء الله. وجبت الزرعة دي كانت ب65. والزرعة دي كانت ب70. والمعالق السيليكون دي كانت المعلقة والسبتيولا والفرشة، كانت كل واحدة فيهم كانت ب35.
عارفين انتوا دي شيلة البطاطس او لما بنكون بنحمر حاجة او كده، دي كانت ب1 وعشرين. دي مفارش التلاجة. الحقيقة انا السنة اللي فاتت كنت عاملة مفارش التلاجة اشكال رمضانية. السنة دي حبيت اغير، يعني حبيت الشكل اللون الابيض ده، حسيته هيفتح التلاجة. والتابلو هو مش تابلو يعني، رمضان كريم ده حبيته قوي. ودي طفاية كده كانت التابلو ده كان ب15، والطفاية دي كانت تقريبا ب25. والفرشة دي كلكم اكيد عارفينها، اللي هي يعني منها ديكور ومنها فرشة. دي كانت ب30. وطقم الكوبايات ده كان ب70. هو انا عارفة ان هو يعني هو شكله بيور، الازاز بتاعه شكله بيور. بس انا ما حبيتش اجيب حاجة اعلى من كده، لانه كده كده كله بيتكسر عندي الحقيقة من ولادي. دي شمعة كده كنت محتاجاها اصلا، علشان كان عندي فانوس يعني عايزة احطها فيه. دي مبشورة كيوت قوي، دي كانت ب15. وده فرع شجر، الفرع كان ب20. وده قالب اللي هو بتاع الرز او الكب كيك او الحاجات دي كان ب40. ودي مفارش سيليكون كانت ب25، 2 مع بعض. بحاول افتحها لكم بس ما فتحتهاش بقى. ده كان حامل المناديل، ده كان ب40 برضو. وده كان محتاجة برضو، كنت محتاجة فحم عشان البخور، فجبته ب15، فحم السريع ده. ودي كانت شوية اشكال كده للتلاجة، عجبوني فجبتهم. كانت الواحدة ب2.5 تقريبا. ودي عجبتني قوي بنات، السكرية بصوا انا جبتها، يعني جبت منها 3. هيبقى زي طقم كده للشاي والسكر والقهوة. الازاز بتاعها بيور حلو قوي، وكانت وكريستال كده بتلمع، شكلها حلو قوي عجبني. الواحدة ب35. شايفين يعني، انا هحاول احط لكم ال3 جنب بعض كده، شكلهم حلو قوي. ولسه هتشوفوهم ان شاء الله لما نفرش المطبخ مع بعض. وكمان جبت ايه تاني، مش عارفة انا بختفي بروح فين جبت الكاتل ده. الكاتل ده كان تقريبا ب200. الكاتل يا بنات كان ب260 بالظبط. ودي كانت عجبتني قوي، طبلوهات صغنطوطة كده كانت حلوة قوي. آه كان الواحد منهم ب15، بس كانوا حلوين قوي، جبت منهم 3. شكل بقى رمضان كريم، وعجبتني قوي. دي كانت شايلة حلويات، كانت ب20. ودي كانت مجات، حسيته قوي كيوت المج ده. وده كمان، يعني انا جبتهم مش شكل بعض الحقيقة، يعني حبيت اغير فيهم. وده اللي عارفين انتوا الحامل اللي هو بيتحط على ضرفة المطبخ ده، سواء بيتعمل فيه منظم، يبقى منظم او باسكت للرابش او كده. هو ده البينك ده. ودي بقية المجات. ودي كانت فوط مطبخ، خامتهم حلوة جدا يا بنات، وناعمين كده، وحسيهم حلوين قوي. 3 مع بعض كانوا، ثانية هقولكوا، كانوا ب35، ودول كانوا ب25 الخمسة.
وده الكوسترات السيليكون، شكل بطيخة. شكلها كان عاجبني قوي وحلوة قوي. ودول اللي هما المفرش اللي بننشف عليه المواعين. ده برضو ثانية واحدة هقول لكم سعره. ده كان الواحد يا بنات ب40. جبت 2 فوت تنشيف المواعين. ودي كان طقم كوبايات تاني للشاي، حبيته برضو. ده كان الطقم، هو التلاتة مع بعض كانوا ب40. جبت 2، يعني جبت 6 منهم كده. وبكده يكون الفيديو خلص يا بنات. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.